بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. النهارده ان شاء الله هنشوف طريقه تاسيس الشقه قبل، وان شاء الله هنشوفها بعد نهايه التشطيب هيكون شكلها عامل ازاي، ونشوف طريقه التاسيس وتوزيع العلب بتاعتها هيكون ازاي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا قدام مدخل باب الشقه. اول ما دخلنا احنا عندنا الصاله بتاعتنا، عندي لوحة التوزيع، عندي هنا هوت الانتركم، عندي هنا هوت بواط 20 في 20 مجمع فيه سلك النت، ومجمع فيه سلك الانتركم، ومجمع سلك التليفون وسلك سماعات. في حاجة تانية حاطين جنبه علبة، دي هتكون باريزة لأن هنا هيكون الراوتر. زي ما انتوا شايفين هنا في باريزة تانية. هنا التكييف بتاعي للمفتاح زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين في خرطوم تاني، ده هيكون هنا في الجبسن بورد. هنا الجرس، هنا برضو الإضاءة اللي هي هتكون نازلة للطرقة هتكون برضو جبسن بورد. هنخش نواه الحمام. هنا هتكون مراية الوش، هنا مفاتيحي. زي ما انتوا شايفين هنا هو برضو في ماسورة للإضاءة وماسورة للسماعات. هنا دي الطرقة، دي أوضة غسيل الملابس، البرايز، بس معلش الإضاءة. عندي دي الطرقة، عندي ده المطبخ بتاعي. زي ما انتوا شايفين المساحة بتاعتي. هنا العلب، لو تلاحظوا هنا اهوت ان في الخط الازرق ده اللي هو الشرب بتاعي. هنا مفتاح السخان، تمام. هنا للغسالة، هنا غسالة الاطباق. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. السقف برضو نازل من عندي خطين، خط للسماعات وخط للإضاءة. هنطلع من المطبخ، هنخش أوضة معيشة. زي ما انتوا شايفين ادي العلب. انا عامل هنا ماسورتين لاني حاطط ماسورة كهرباء وماسورة بسلك الدش. البرايز،
علبة تانية. العلبة ديت لان دوت هيبقى شباك شيش حصير شغال بالكهرباء. ده التكييف. ورا السيراميك ده طبعا في برايز، خط التكييف اهو. وحابب اقول لكم ان الاول تاسيسي لما جيت اعمل الشقه، الحيطه ديت ما كانتش موجوده، كان كلها قطعه واحده، بس هم عملوا تعديل في الشقه واتقسمت لجزئين. هنطلع بعد كده. ده الليفينج. هنا احنا عاملين الاضاءه بتاعتنا. ده هيطلع هنا جبسن بورد. هنا في باريزة تانية، هنا باريزة تانية، هنا في الباريزة وعلبة التكييف دي. هنا الوحدة بتاعت التكييف. هنا فيها علبتين على أساس إن هنا هتبقى خط للإنارة والسماعة. الجزئية ديت هيتبني هنا اهوت رخامة. هنا الأباليك بتاعتي. ده المخارج بتاعت الجبسن بورد. زي ما انتوا شايفين كده اهوت العلب بتاعتي. انا عامل علبة للإنارة الخارجية والعلبة التانية وعلبة تانية للشيش. هنخش دلوقتي طرقة تانية. زي ما انتوا شايفين عاملين هنا برايز. ده خط الإنارة. هنا برضو جبسن بورد. تمام. دي الطرقة. هنيجي هنا هنخش. ده الحمام زي ما انتوا شايفين اهوت. دي مراية الوش. تمام. وهنا برضو علبتين. هنطلع في هنا غرفة. زي ما انتوا شايفين العلب دهيت. العلب دي على اساس ان هيتحط هنا التسريحة وهيتحط هنا مراية طولية فيها لمبات. هنا التلفزيون. هنا ده المخرج بتاع الشيش اللي هو الحصير زي ما انتوا شايفين. ده الجنينة. هنا هيبقى نظام اللي هو الديفيتيري، لان هنا في الجزئيه ديت هيتحط السرير زي ما انتوا شايفين هنا اهوت. انا عامل مخرجين. سماعه. ده السماعات وده للاناره. ده التكييف بتاعي. دي الوحده بتاعت التكييف. المخرج زي ما انتوا شايفين. هنطلع من الغرفه ديت هنروح غرفه الكبيره. اول ما دخلنا تمام زي ما انتوا شايفين اهو. هنا في الجزئية ديت
هيبقى في الجزئية اللي احنا داخلينها دلوقتي ديت هتبقى غرفة اللي هي تغيير الملابس. زي ما انتم شايفين الغرفة دي كده الإنارة. هنا عاملين احنا هنا دلايات هتبقى نازلة المخارج بتاعتها. ده التكييف بتاعي. دي العلبة بتاعت التكييف. في الوش هنا اهوت هيتحط التلفزيون والفيشة بتاعته. هنفتح كده اهو. بصوا لو تلاحظوا ان انا عامل المخرج بتاع الشبابيك اللي هي الشيش. ورجعنا لكم تاني بعد الانتهاء من التشطيبات الكهربائية. يلا بينا نشوف الشكل طلع ازاي. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا دخلنا من باب الشقة. ده الريسبشن. هنا المكتبة. ده حمام الضيوف. هنا مدخل الطرقة. دي غرفة غسيل الملابس. ده المطبخ. هنا غرفة معيشة. الليفينج.
هنا طرقة تانية. هنا الحمام. هنا غرفة نوم. زي ما انتوا شايفين دلوقتي، انتوا هتلاحظوا ان في حاجات كتيرة قوي على الجنب ده. هو البريزة دي بيتحكم فيها المفتاح، لان هنا هيتحط برواز كبير اللي هي نظام المراية المضيئة ديت. برايز هنا برضو برايز. هنا هتكون شاشة التلفزيون. غرفة النوم. دي أوضة الدريسنج. ده الحمام. ده حوض